ايه ده بقى؟ ايه ده؟ ايه العربية دي؟ يلا بينا. هي العربية دي وصلت للحالة دي ازاي؟ يعني كانت فين عشان يحصل لها كده؟ والراجل ده بيعمل ايه؟ انت بتنظف ايه؟ دي مش باينة. لا باين لونها ولا باين هي نوع ايه اساسا. احفر احفر. بيعمل مساج للكراسي. ايه ده؟ شال الكراسي اساسا. العربية مش نافعة والله. انا عايز افهم هو هيوصل لايه في الاخر. ايه ده؟ ارمي ارمي ارمي. امال يا اشرف دخل على التابلو. نفض نفض ما فيش فايدة. دخلنا على مرحلة المية. ايه ده؟ بدأت تبان شوية. التابلو طيب الكهرباء. العربية مش نافعة. العربية دي مش هتدور تقريبا. دخل على الكراسي بدأت تبان شوية. الرشاش عامل شغل. بس أنا برضو عايز أعرف العربية دي كانت فين. اه. الأرضية ماشي. لون العربية بدأ يبان لونها كحلي. عرفنا لون العربية الحمد لله. بس ايه ده؟ ايه التنظيف ده؟ وايه العربية دي؟ دخلنا على البيبان. أنا مش هرتاح دلوقتي غير لما العربية تنضف بقى. ماشي دخلنا على الكاوتش. اديني في العربية من قدام. دي نوعها ايه دي؟ أنا فكرتها فيرنا في الأول والله. ايه النوع ده؟ بدأت تبان. بدأت تظهر. دخل على العربية من جوه. صابون بقى وحركات. مية أنا مش عارف ايه ده. مش عارف التابلو ده ملوش أهل يسألوا عليه. بالمية برضو. طب ايه تشتغل ازاي يعني بعد ده كله؟ ده بيفك أصلا كل حاجة. فك يا معلم فك. ده كل حاجة اتفكت. أقول لكم العربية مش نافعة. هيعمل ايه في الحاجات دي بقى؟ الكلب كمان بيساعد. بالفرش بكل حاجة. بيغسلها واحدة واحدة. بس بيغسل بضمير الصراحة. أنا بجد مستني أشوف شكل العربية في الآخر هيبقى عامل ازاي. وهتدور ولا لأ؟ دخل على الكراسي. خش على الصالون. ادعك ادعك. حلوة. رجعت جديدة الصراحة. بدأ يركب تاني. ايه ده؟ بيلمعوا. جامد. وريني بقى في الاخر الشكل. عايز الشكل في الاخر عشان ارتاح نفسيا. ماشي بيحط الكراسي. اوه. اوه. ايه ده؟ ايه ده؟ هي دي العربية اللي شفناها في اول الفيديو؟ مستحيل اقسم بالله. انا مش فاهم ايه ده. انا مش فاهم ازاي هو عمل كده اساسا. الغسلة دي يعني تعدلها 200 جنيه مرتاح. مش اقل من 200 جنيه الغسلة دي.